إلى أن تطبيق النظام الجديد سيؤدي إلى زيادة فعالية التحصيل بنسبة 20%. وكما يوضح الرسم البياني. كلام فاضي بس. تذهب نسبة 15% لقطاع التعليم. كلام جرايد. احنا بندفع وما بنشوفش حاجة. هو مش فاهم احتياجاتنا. الخوف عدو قوي. إنه يحجب البصيرة، إنه يخلق وحوشا. هذا لا يتعلق بعملنا فقط، إنه يتعلق بمستقبل أمة بأكملها. الضرائب هي أساس أي دولة، بدونها لا يبنى شيء، لا مدارس، لا مستشفيات، لا مستقبل. كل خدمة نراها مبنية على الثقة، ثقة المواطن في وطنه. الضرائب ليست عبئا، إنها شراكة. الجهل هو أكبر تهديد لنا. المعلومات ليست مجرد أوراق، إنها قيمة، إنها قوة، بها نبني الثقة. والثقة لا تطلب ولا يمكن شراؤها، الثقة تكتسب. لذلك أقترح مسارا جديدا، مركز إعلام ضريبي في كل مكتب، مكان بسيط ذي مهية قوية. سوف نقدم الوضوح، سوف نقدم المساعدة، سوف نمنع المشاكل لا نكتفي بحلها، سوف نوقف الخوف قبل أن يبدأ. هذه فرصتنا لنكون أكثر من مجرد جامعين، لنصبح بنات. دورنا هو الطمأنة والتوضيح والتوجيه. عندما يفهم المواطن يشعر بالأمان. يتحدثون عن الواجب، لكن الواجب يحتاج إلى وضوح. الضرائب مثل الماء والهواء للدولة. لسنوات جلست صامتا، معتقد أنني مجرد شخص واحد. لا يوجد بحث في جامعاتنا، لا مساعدة للفقراء. هذه هي الحقيقة، حقيقة قوية، لكن هذه الحقيقة محبوسة في مكاتبكم. إنها لا تصل إلى بيت المواطن. يجب أن نمضي قدما في هذه الخطة. بالضبط بالضبط. نحن بحاجة إلى مكتب إعلامي في كل دائرة ضرائب، وظيفته ليست التهديد بل الإعلام. رسالة إخبارية ترسل إلى منزل كل دافع ضرائب، يجب أن توضح أين تذهب الأموال. دعوهم يرون المدرسة الجديدة مبناه، والطريق يتم تمهيده، والأرواح يتم إنقاذها. سيدي، حيث توجد المعلومات توجد الحلول. الثقة لا تطلب، إنها تكتسب. بهذا الحل يمكننا بناء المستقبل الذي نستحقه. شكرا لكم. الإنسان يقدر يعيش من غير إيه؟ المي والهواء. بالضبط، المية والهواء. الضرائب هي الميوة والهوى للدولة، من غيرها تموت. مفيش دولة.